إضافة إلى نوعية اللاعبين اللي موجودة في المغرب والكواليتي اللي الكل أجمع يوم أمس قال إنه نوعية اللاعبين الكواليتي اللي موجودة في المغرب هي ترجح كفة المغرب، لكن المباراة 50-50. مباراة ما كانت سهلة أبدا على المنتخب المغربي، كان خصم ومنافس عنيد داخل الملعب السوري. أنا أعتقد المغرب خطف المباراة بسبب السكتيوي. السكتيوي هو من قاد المغرب للفوز في مباراة اليوم. أجرى تغييرات من 68 ل 64 قلبت شكل الفريق. غير 3-4 لاعبين في منتصف الملعب، غير من شكل الفريق. صار الفريق كثر ما كان بطابع هجومي، أزاد الطابع الهجومي بكثرة كبيرة، وشفنا حتى تغيير شكله. لو تجي على خط الدفاع راح تشوف أكثر لاعبين متألقين في الفريق اللي هم خط الظهر. الرباعي اللي بالخلف هم أكثر من تألقوا في مباراة اليوم. ليش؟ لأن كانوا صامدين ثابتين. الجزئية جدا مهمة، ما يتركون فراغ كبير بين لاعبين الوسط واللاعبين المدافعين واللاعبين المهاجمين، الكل يتحرك ككتلة واحدة. دقيقة 68 خرج طنان، زحزوح، الكرتي، محمود، دخل الموسوي، صابر، بغرين، أشرف المهديوي، وأفضلهم شويعر، منير شويعر. واحد من نقطة التحول اللي موجودة في الفريق، هو الوحيد اللي كان ينقل الفريق من منطقة إلى منطقة.